السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. النهارده هعمل الكشري المصري باذن الله. يا رب الطريقه بتاعتي تعجبكم وما تنسونيش في الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. هنا بقى انا كنت حاطه الحمص نقعاه وحطاه على النار. ماشي كده. كده بقى انا جبت البصل، حطيت عليه زيت وهوطي عليه النار وهسيبه يستوي على نار هادية، وهنزل عليه شوية ملح صغيرين جدا عشان البصل ما يبقاش حادق. كده بقى انا العدس دوت بقى انا بعمله ازاي؟ مش بعمله اللي هو المسلوق واصفيه، لا دوت انا بعمله زي طريقة الرز بالظبط، زي ما انتوا شايفين كده المية قليلة عليه. آه كده بحط عليه كمون وملح. بصوا بسويه زي الرز بالظبط، شرب ميته. آه وهنزل عليه بقى معلقة زيت من بعد البصلة ما تتحمر، هنزل عليه معلقة زيت. انا الزيت ده بقى باخده لكل حاجة، للرز وللعدس وللمكرونة وللصلصة وفي الشطة الوش وفي كل حاجة، باخد منه لأي حاجة بعملها في الكشري. فالأحسن ان انت بتبداي اول حاجة تعمليها، انت بتحطي العدس على النار والحمص، بعد كده اول حاجة تعمليها في الخطوات بتاعة الكشري اللي هي بقى ان انت تعملي الاول البصلة، عشان انت هتاخدي الزيت دوت في كل حاجة. كده انا بقلل الشعرية وهنزل عليها عدس، بس العدس بقى اللي هو اللي انا نقعاه شوية، العدس بجبة خدت منه حبة ونقعته وهنزله على الشعرية بعد ما تتحمر، عشان بيدي طعم حلو للرز. كده بقى انا كنت ضفت العدس على الشعرية وقلبتهم شوية مع بعض، وبعد كده نزلت الرز هنزل عليه ملح وكمون. الكمون ده بقى انا ادخله في كل حاجة لان هو اساسي في الكشري. بتحطيه في الرز وفي الحمص وهو بتسلق وفي العدس وفي الصلصة وفي الدقة، في كل حاجة. كده بقى بوريك القوطة ديت انا هعصرها واحط عليها قرنين فلفل احمر او اخضر. الرز بقى هيغلي وهقوم مغطيه على النار واسيبه يستوي. اللي فوق ده يا جماعة بصل اتحرق، كان في الزيت شوية بصل وانا بحمر الشعرية فخدوا اللون ده. هنا بقى القوطة انا هسيبها تتسبك بنفس الطريقة دي، محطتش عليها اي اضافات نهائي غير بس هحط عليها ملح وكمون وفلفل اسمر وبهارات وكزبرة ناشفة. كده بقى انا هسلق مكرونة صغيرة اللي هي بتاعة التحمير ومكرونة سباكيتي. برضو بضيف مكرونة صغيرة وسباكيتي زي ما قلت. في ناس بقى بتعمل مكرونة اقلام، مكرونة صغيرة ومكرونة سباكيتي، بس هو الاساسي في الكشري المكرونة الصغيرة اللي هي بتاعة التحمير والسباكيتي. هنا بقى انا بعمل الدقة بتاعة الصلصة زي ما قلت لكم. هعمل التوم زي طريقة الملوخية بالظبط، اكنك بتعملي ملوخية، بس طبعا ايه مع اختلاف ان الزيت دوت بطعم البصل، ده الاختلاف بس. هنا بقى انا بعمل ايه؟ انا بعمل بقى الدقة. حطيت توم، معلقة توم وشوية، مش معلقة توم كبيرة يعني نص معلقة، وشوية كمون وخل وملح وهضيف شوية مية. اللي حابب يحط ليمون براحته، اللي مش حابب هو حر برضه. واضيف المية دي بس عشان ما يبقاش الخل لاذع قوي فيحرق الصدر واحنا بناكله، يعني يعمل لنا حموضة. كده بقى انا احط التقلية يعتبر بتاعة
الصلصة. الطريقة دي هتعجبكم قوي والله. هتغلي غلوتين وهتطفي عليها، لان هي هتبقى انت اصلا مسبكاها، فمش هتحتاجي ان انت تسيبيها تاني يعني. كده انا بعمل الشطة الوش، او زي ما بتقولوا كده هي شطة زيت، بس انا بضيف عليها الصلصة، عشان الشطة الزيت بس بتبقى ضارة للمعدة. حطيت برضو شوية خل صغيرين، وهنزل بالصلصة. والله الكشري بتاع البيت بيبقى احلى 100 مرة من كشري الشارع. جربوا، انتوا اكيد عارفين يعني. كشري الشارع بيبقى مش حلو وبقى غالي، وفي نفس الوقت يعني لو في اسرة حرام ان انت مثلا هتبقى طقة واحدة تعمليها، هتجيبيها من الشارع اقل حاجة يعني 150 جنيه. انت هتعمليها في البيت، اللي يحب ياكل هيقوم يسخن شوية كشري وياكلهم. كده انا الرز بتاعي اتعمل، هو بقى مفلفل، والعدس اهوت. العدس يا جماعة والله ما كان ناي، كان حلو، كان كله واخد من طعم بعض. وهنا هوت العدس الطريقة دي حلوة، هتعجبكم. كده انا خلصت الكشري بتاعي كله، بس كنت شغالة بسرعة بقى، ان انا كان عندي المفروض ان انا هعمل بس، فكنت شغالة بسرعة. يا رب طريقتي في الكشري دي تعجبكم، ويكون فيديو خفيف عليكم. و... ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في الاشتراك وفي تفعيل الجرس، واللايك اهم حاجة عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. بصوا الكشري بقى في الاخر شكله حلو، وان شاء الله بيبقى طعمه حلو، وان شاء الله طريقتي تعجبكم. انا كده بقى كنت بدوقه فعجبني طعمه صراحة. وبكده بقى هكون كده بقى نهاية الفيديو معاكم. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونوش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.